فيلا ضخمة في قلب حدائق الأهرام، الديكور غالي جدا، النور خافت والمزيكا شغالة بصوت واطي. كان باين إن ده مش بيت عادي، لكن الحقيقة إن الفيلا دي كانت مسرح لقصة من أجرى القضايا اللي هزت الرأي العام في مصر كلها. التفاصيل وإيه الدعارة الفي اي بي؟ تعال نخش في التفاصيل. بطلة القصة اسمها بوسي، بس ده مش اسمها الحقيقي، اسمها أسماء، راقصة سابقة ودماغها شغالة زي الساعة. بوسي اعتزلت الرقص مش عشان تابت، لأ، علشان قررت تفتح شغل خاص بيها. كانت شايفه ان الفيلا ممكن تتحول لصاله كبار الزوار، الفي اي بي، والكلمه اللي كانت بتقولها دايما للناس اللي حواليها: اللي بيجي حرام بيروح حرام. بدات تجمع حواليها مجموعه بنات. اول واحده كانت اختها ندى، كوافير واشتغلت مع فنانين في استوديو تصوير، يعني عارفه الوسط الفني. بعدها ضموا شيماء اختهم الثانيه، اللي دخلت اللعبه بكل وعي وكانت شغاله كانها مديره تسويق لشبكه الدعاره. البدايه كانت بسيطه جدا، 3 بنات قاعدين في فيلا بيستقبلوا الزباين المرفهين جدا، ناس مش غلابه، ناس ماسكه مناصب عاليه عندهم فلوس كتير قوي. اول زبون دخل الفيلا دي كان مدير بنك، من اللي دايما بيروحوا حفلات وبيحب الرفاهيه وكده يعني، وكان باين عليه انه مش جاي يقعد على قهوه، جاي على ميعاد ومعاه فلوس، عارف هيعمل ايه بالظبط. والمفاجاه ان اللي استقبلوا في الفيلا مش بس البنات، ده كمان شقيق البنات ال3 كان موجود، اخوهم كان بيساعدهم في التنظيم وبيأمن المكان وكان بيستفيد من الشغل كمان، وما عندوش مانع يشوف اخواته بيشتغلوا كده، حاطين المقام الاول عندهم الحرام. بعد ما النشاط كبر، بوسي بدأت تتوسع، بقت مش بس بتشتغل في الفيلا، بقت تجيب زباين مخصوصين من اماكن تانية وبقت بتستقبلهم من غير ما تقلق، لحد ما حد بلغ في واحد شك في اللي بيحصل جوه الفيلا. كتر الدخول والخروج، عربيات غالية، بنات شكلهم مش من المنطقة. بلغ مباحث الآداب، المعلومة اتنقلت بسرعة للشرطة، واللي بدأوا يراقبوا المكان من بعيد. كام يوم تحري ومراقبة، لقوا فعلا ان المكان فيه تحركات مش طبيعية، بنات داخلين خارجين، شباب بيسهروا لحد الفجر، وصوت عالي، مزيكا، ضحك، كل حاجة بتقول في شغل مش نضيف جوه. الساعة كانت 9 بالليل، المأمورات جهزت، الضباط لبسوا لبس مدني، والقوة اتحركت على الفيلا، كلهم واقفين بره مستنيين الإشارة. ويا دوب أول ما دخلوا كانت الصدمة الكبيرة، اختين ندى وشيماء متلبسين مع صاحب شركة عقارات كبيرة، واللي المفاجأة الأكبر إن معاهم كان شيخهم قاعد كأنه صاحب الشغلانة. كان في كحول، أدوات مشبوهة، وموبايلات متوصلة على واتساب مليانة صور وأسامي ناس تقيلة في البلد. المشهد كان فاضح بكل معنى الكلمة، بس الشرطة ما قالتش ولا كلمة. لما كل اللي موجود في الشقة، صدروا كل حاجة وفتحوا محضر رسمي بالحالة. والأغرب إن الضباط سمعوا ندى بتقول بصوت عالي وهي بتتشد على عربية الشرطة: أنا بشتغل مع أختي، إحنا مش بنأذي حد. بس كان خلاص المأمورية نجحت والنيابة استلمت المحضر. بس الأغرب إن اليد الكبيرة وهي بوسي لسه ما اتقبضش عليها. بعد ما الفيلا الأولى اتقفلت والموضوع بقى رسمي وانتشر، بوسي فهمت إن الدور جاي عليها، بس كانت أذكى من إنها تقعد تستنى يتقبض عليها. خدت بعضها وطلعت من المنطقة قبل ما حد يعرف ويبلغ. ومش بس كده، قررت تنقل الشغل لمكان أرقى، المعادي. أجرت فيلا تانية في مكان راقي جدا، فرشتها من جديد، مكيفات، سراير، ديكور مودرن، وحتى غيرت طريقتها في استقبال الزباين. بقت بتتفق مع ناس تقيلة بس، والناس التقيلة دي خايفين على سمعتهم، رجال أعمال مقاولين كبار قوي. وفي الفترة دي ضمت ليها ممثلتين ناشئتين، واحدة اسمها سما كانت بتحلم تبقى مشهورة، والتانية اسمها ميادة كانت بتشتغل مضيفة طيران. الاتنين دخلوا الشغلانة والشغل زاد اكتر واكتر. الشرطة كانت لسه مترصدة حركاتها ومراقباها بحرص شديد عشان يمسكوها متلبسة. راقبوا الفيلا الجديدة، شافوا اللي داخل واللي خارج، وبدأوا يجهزوا للمأمورية الأكبر. بس المرة دي كانوا عايزينها تكون ضربة قاضية، مش بس للبنات انما كمان للزباين اللي بيدخلوا لها والرجالة اللي بيجوا يفكروا انهم فوق القانون. الساعة كانت حوالي 11:30 بالليل. اليوم 28 نوفمبر، القوة خرجت واتجهت للمعادي. الفيلا شكلها هادي من بره، لكن جواها كانت حفلة ماشية، بنات، زباين، خمور، ومزيكا شغالة. الشرطة وصلت بسرية تامة ومعاهم أمر تفتيش رسمي. أول ما دخلوا كل حاجة اتكشفت قدامهم. بوسي كانت قاعدة على كنبة بتتكلم في التليفون، وفي وشها كانت سما الممثلة بتضحك مع زبون. ميادة المضيفة كانت لابسة حاجة ملفتة جدا، والبنات التانيين قاعدين في أوض النوم مستعدين للشغل مع الزباين. واحد طلع مقاول كبير جدا، والتاني صاحب مالها معروف في وسط البلد، والتالت مدير شركة سياحة، يعني مش ناس عادية خالص. الضباط دخل عليهم فجأة، الكل اتشل في مكانه، في منهم اللي حاول يستخبى وفي اللي فضل يزعق: انا اعرف ناس في الداخلية وليه نفوذ. لكن الشرطة قالت لهم بصوت عالي: اللي عملتوه ما فيهوش وسايط، كله هيتكتب في المحضر وكل واحد هيتلقى حسابه. تم الضبط اكتر من 11,000 جنيه نقدي، عبوات خمور مستوردة، حبوب منع حمل، وكمية كبيرة من المواد الممنوعة. تم التحفظ على كل الهواتف
ولقى محادثات كامله فيها اتفاقات على جلسات مقابل مبالغ. وبعد التفتيش الكل اتنقل للنيابه، وفي عربيه الترحيلات بوسي كانت ساكته، بس باين عليها انها مش مصدقه ان النهايه جت خلاص. بعد التحقيقات اللي استمرت اكتر من اسبوع، النيابه جمعت ملف القضيه بالكامل، وكان فيه كل حاجه: محاضره تفتيش رسمي، اعترافات البنات، اسماء الزباين، تسجيلات صوتيه ومحادثات على واتساب، وادله ماديه زي الفلوس، الادوات والادويه. النيابه قررت حبس بوسي وشقيقاتها 4 ايام على ذمه التحقيق، حاله كل البنات للنيابه العامه بتهمه تكوين شبكه دعاره منظمه، تسهيل ممارسه الفجور، اداره مكان لاعمال منافيه للاداب. الجلسه الاولى في المحاكمه كانت مش زحمه جدا، صحافه، كاميرات، ناس بتصور، وكل واحده من البنات كانت لابسه نقاب او طرحه، لكن ملامحهم باينه في الكاميرات. تم الحكم بعد اسابيع، وكان الحكم قاسي جدا: بوسي 3 سنين حبس، ندى وشيماء 2 سنين، سما وميادة سنه، غرامات ماليه ومصادره الهواتف والمضبوطات. بوسي اتنقلت لسجن النساء، ولحد النهارده لسه في ناس بتتكلم عن القضيه دي، لانها ما كانتش مجرد قضيه دعاره، دي كانت شبكه كبيره جدا. كلنا ممكن نغلط، بس في ناس بتختار الغلط وتفكر انها فوق القانون، بس مهما طال الزمن في لحظه تقف فيها وتدفع الثمن، وده اللي حصل لبوسي وشبكتها. وبس كده، دي قناه كريمي تيلز، ما تنساش الاشتراك ولايك للفيديو لو عجبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.